انتوا عارفين ان احنا السبب الرئيسي للألم والوجع اللي احنا بنعيشه مش الشخص اللي قدامنا؟ حد دلوقتي يجي يقول لك انا السبب ان انا كنت الطرف الكويس وان انا عملته كويس وهو شخص اذاني وجرحني وخني وسابني وعملني. اه والله العظيم احنا السبب. وانا هنا مش جاي اقول لك احنا السبب عشان احنا كنا طيبين مع ناس وحشه والكلام ده، لا خالص على فكره. انا جاي اقول لك ان المشكله الرئيسيه مش كده ابدا. المشكله الرئيسيه ان احنا بنتعامل في العلاقات بالعقليه اللي احنا اتربينا عليها. احنا اتربينا على عقليه الدراسه وعقليه الشغل اللي هي ايه؟ انا كل ما هذاكر اكتر كل ما هجيب سكور اعلى، كل ما هجيب درجات اعلى، كل ما هشتغل اوفر تايم او كل ما هشتغل اكتر هاخد مرتب اكتر. فاحنا دي العقليه اللي احنا اتربينا عليها، وده السبب اللي مخلينا احنا بنخش في العلاقات بنبقى فاكرين ان احنا كل ما هندي في العلاقه اكتر كل ما هناخد اكتر. الموضوع هنا على فكره مش جاي اقول لك ابدا زي باقي الفيديوهات اللي هو ما تقدمش للي قدامك حاجه وسيبه هو اللي يقدم، وانت لما ما تقدمش هو اللي هيجري وراك والكلام ده. ما بقتنعش بالكلام ده ابدا. المشكله كلها في العقليه ان احنا مقتنعين ان احنا كل ما هندي اكتر كل ما هناخد اكتر. الموضوع مش كده خالص على فكره. في العلاقات انت بتدي لمين، مش بتدي اكتر ولا بتدي اقل. الفكره كلها انت بتدي لمين. لما انت بتدي للشخص الصح هو هيقدر وهيدي لك وهيرد لك ده وهيعكس ده عليك. لما بتدي للشخص الغلط هو مش هيفهم كده ابدا، لان هو غلط، هو مخه متركب غلط، هو حياته فوضى، هو طفولته فوضى، هو طريقه تفكيره فوضى. فالمشكله كلها فينا احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل بعقليه الدراسه والشغل. انا هدي للي قدامي كل حاجه، هديله كل مشاعري، كل احساسي، كل اهتمامي، كل وقتي، كل فلوسي، كل ما املك، كل حاجه، وانا ببقى منتظر ان هو هيرد لي ده في المقابل. يا حبيبي ده في الشغل والدراسه مش في العلاقات. العلاقات تركز كويس انت بتدي لمين، مين الريسيبيانت، مين المستقبل، مين اللي بيستقبل الحاجات اللي انت بتقدمها. لو انت بتدي للشخص الصح واحد هيرد لك واحد، وهيرد لك واحد ونص واتنين. لو بتدي للشخص الغلط 100 مش هيردهم لك غير خيانة وكذب وخداع وعلاقات متعددة وكل حاجة سيئة هتشوفها. المشكلة مش فيه، المشكلة فينا احنا. وانا هنا مش جاي اقولك انك ما تديش، ادي، بس قبل ما تدي بص للي قدامك وقيمه صح. لان على فكرة لو ركزت برضو احنا عندنا مشكلة تانية ان احنا بنتغاضى عن حقيقة اللي قدامنا. اللي قدامنا على فكرة مهما خبى ومهما كذب ومهما عمل ومهما لف ومهما دار ربنا لوحده بيكشفه. كشفه لك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، لكن احنا بنصمم عشان احنا بنحبه ان احنا نتغاضى عن اغلاطه، وفي الاخر بنقول اصل هو انسان سيء. لا يا حبيبي، احنا الغلطانين ولازم نبقى صراحة مع نفسنا. احنا الغلطانين ان احنا تغاضينا عن اخطائه في الاول. احنا الغلطانين ان احنا ما خدناش اكشن من بدري. احنا الغلطانين ان احنا ما سمعناش كلام ربنا لما ربنا ورانا حقيقته ان هو انسان سيء، ان احنا نبعد عنه ونسلم لامر الله. احنا الغلطانين ان احنا بنتعامل بعقليه الدراسه وعقليه الشغل اللي هو هديله اكتر هاخد اكتر. في الحقيقه انت بتنفخ في قربه مخرومه زي ما بيقولوا. هو المشكله في المستقبل، في الريسيبيانت، في الريسيفر اللي هو الشخص اللي قدامك انسان سيء. بعد كده بنلوم الشخص اللي قدامنا. لا انا مش مقتنع ان احنا اللي غلط مش هم. لان انا عمري ما هروح للشخص السيء هقول له انت غلط، انا اروح للشخص الكويس اقول له انت غلط. لازم نراجع حساباتنا.